الآن مشاهدي الكرام أعرض لكم مقطع إنشادي طبعا اجتهادي من السيد علي نيباوي الأحوازي، اجتهد فيه وصوره ويدافع فيه عن بلده وعن وطنه، بلد الأحواز. نسأل الله أن يحررها من النظام الإيراني. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. إن في صدري ملايين الأبات، وبسيفي طيف سعد سكنا، وبصولات جنون العاديات مرحبا بالحرب نادى عزمنا. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. خالدات في فؤادي خالدات، أمس أيامي وجاهي والسنا، وطني يشكو وبالروح أجيب، بغصاص سنزيح الشجنا. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. إن للأحواز تهوي الراسيات، وسيغدو البغي يشكو بأسنا، فاسمعي يا أرض صيحات الصمود من رجال سيعيد الزمن. للجنان الخلد نسعى للجهاد، فتولى نصرنا يا ربنا، واستجب يا حي سجدات العباد، ولك الحمد إلهي والثناء، ولك الحمد إلهي والثناء. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. أشرقي يا شمس إنا هنا بسيوف العز نمحو المحنا، وسنمضي نحو هامات الشموخ ليضم المجد هذا الوطن. شكرا لك سيد علي على هذا العمل، ومثل هذه الأعمال بجهود ذاتية لنصرة قضاياهم، مثل هذه الكلمات وهذه الأبيات وهذا اللحن بطريقة إسلامية ليس فيه عزف أو غناء،
محبب جدا، وأيضا فيها رسائل إيجابية. ونسأل الله أن يبارك في أخونا سيد علي. ودائما من في الخارج في أوروبا وجدت بأن المناضلين الأحوازيين الذي لديه حرقة على بلده ويحب هذا البلد يعمل أي شيء في سبيل نصرة هذا البلد. وهناك من غرق وفي ملذات الدنيا ولم يفكر في بلده، لكن الأغلب والأكثر أنهم إن شاء الله مع بلدهم وحريصون كثيرا على هذا البلد من عدم وجود أي احتلال في المرحلة القادمة إن شاء الله وفي الأعوام القادمة بإذن الله. معي